بعد 10 دقايق بس ممكن حياتك كلها تتغير. تخيل إنك بتكسب فلوس وإنت لسه بتذاكر. إزاي؟ خليني أحكي لك القصة. كان في طالب اسمه أحمد عمره 17 سنة، حياته كلها عادية، مدرسة بيت نوم. لكن في يوم شاف صاحبه أيمن كان لابس براندات، معاه عربية جديدة وعايش حياته وكأنه أكبر من سنه بكتير. أحمد وقف مذهول وسأله: يا أيمن، إيه السر؟ أيمن ابتسم وقال: السر إني بدأت بدري، بدأت أشتغل على الإنترنت. أحمد بصله باستغراب: أنت لسه بتذاكر؟ إزاي بتشتغل كمان؟ أيمن رد: الموضوع مش محتاج وقت كبير، أنا اشتغلت بذكاء. أحمد قال: طيب وريني. أيمن قال: حاضر، استنى أقولك إزاي قدرت وأنا طالب أغير حياتي من خلال حاجة بسيطة جدا: الفيديوهات القصيرة أو الشورتس. علم النفس ورا نجاح الفيديو القصير. الفيديو القصير مش صدفة ينجح، لا، ده وراه علم. لازم تعمل هوك قوي أول 3 ثواني، لازم تخلي المشاهد عنده فضول يكمل للنهاية، لازم تقدم رسالة واضحة وسريعة. ركز على الجمهور، شوف هم بيحبوا إيه واديهولهم بأسلوبك. سر النجاح هنا إنك تمسك عقل المشاهد وتخليه مش قادر يقلب الفيديو. أخطاء لازم تبعد عنها. تنزل فيديوهات عشوائية من غير فكرة، تركز على الكمية وتنسى الجودة، تقارن نفسك بالآخرين من أول شهر، تستسلم بسرعة لما مفيش مشاهدات في البداية. خطوات عملية علشان تنجح: حدد مجال تحبه أو ترند ماشي، حضر أفكارك قبل التصوير حتى لو سطرين بس، اهتم بالجودة، إضاءة، صوت، صورة واضحة، نزل باستمرار حتى لو فيديو واحد يومياً. ما تستعجلش الأرباح، الأول ابني جمهورك. النتيجة بعد الاستمرارية. أيمن بعد 3 شهور بس من الشغل على الشورتس بقى عنده قناة فيها آلاف المتابعين وفيديوهاته بتوصل لملايين المشاهدات. ومش بس كده، بدأ يحقق أرباح من اليوتيوب ومن إعلانات الشركات كمان، وده كله وهو لسه طالب من غير ما يضيع وقته أو يهمل دراسته.